في ناس بتموت وبترجع، مش في فيلم خيال علمي، دي حكايات حقيقية من ناس زينا قلبهم وقف، الدكتور قال انتهى، لكن فجأة بيرجعوا. بس اللي بيرجع مش هو نفس الشخص، بيرجع وهو شايف حاجات، سمع أصوات، دخل أماكن، حس بحاجة صعبة تتوصف بالكلام. ناس بتحكي إنها شافت نور بيطمن، وناس تانية شافت نار وخوف وصرخات، وناس كتير رجعت بتعيط مش لأنها رجعت، علشان كانت قريبة جدا من النهاية وشافت اللي ورا الستار. الحلقة دي مش زي أي حلقة، لأنك هتسمع شهادات من ناس رجعوا من الموت وقالوا إحنا شفنا إيه هناك. بس قبل ما نبدأ ادعمنا بلايك واشترك بالقناة عشان نكمل. راجل من الصعيد اسمه الحاج منصور، 63 سنة، جاله سكتة قلبية مفاجأة والمستشفى أعلنت وفاته. لكن بعد 18 دقيقة رجع للحياة، ولما فتح عينه أول كلمة قالها: رجعت، أنا كنت شايفهم مستنيني، ناس أنا عارفهم بس ماتوا من زمان. قال إنه شاف أمه وأبوه واقفين في مكان كله نور، وقال إن في حاجز بينه وبينهم، وكل ما يقرب منه يسمع صوت بيقول: لسه بدري ارجع. والراجل اتغير بعدها كليا، بطل ظلم ووزع كل أملاكه للفقراء، وقال: أنا عرفت الدنيا دي ما تستاهلش. شاب سوري 28 سنة كان في حادثة موتوسيكل، دخل غيبوبة والأطباء فقدوا الأمل فيه. بعد يومين فتح عينه وفضل يعيط، قال إنه شاف نفسه في مكان كله ضباب، وفي شاشة كبيرة بتعرض كل حاجة عملها في حياته، كل كذبة، كل نظرة حرام، كل حاجة شفتها كأنها بتتعاد قدامي. وبعدها سمع صوت: هترجع علشان تصلح، بس المرة دي مفيش رجوع. الشاب ده دلوقتي بيحكي قصته في الجوامع وبيقول: أنا كنت ماشي غلط بس رجوعي كان إنقاذ من ربنا. من اليمن، راجل كبير في السن كان في غيبوبة 3 أيام، لما فاق رفض ياكل أو يشرب أو يتكلم مع حد، وبعد إلحاح من ولاده قال جملة واحدة بس: أنا شفت النار وكانت مستنياني. قال إنه كان واقف على طرف حفرة وفي ناس بتصرخ جوه، وواحد بيقوله: لو رجعت اتغير قبل ما تبقى معاهم. وبعدها الراجل بقى ملازم السجادة، ما بيقومش من الصلاة، وفضل يقول: رجوعي كان رحمة مش معجزة. بنتي ماتت سريريا 4 دقايق بسبب جلطة في القلب. لما رجعت قالت: شفت نفسي واقفة قدام شباك، الشباك ده وراه نور ساطع، بس في صوت بيقول لي: لو دخلتي مش هترجعي. في اللحظة دي شفت أبويا المتوفي واقف ورايا بيعيط وبيقول لي: ارجعي، لسه في مهمة وراكي. البنت فاقت بعدها وقالت إن أبوها كان لابس نفس الهدوم اللي دفنوه بيها. بنت صغيرة في العناية عندها 12 سنة، قلبها وقف 3 دقايق. لما فاقت كانت مرعوبة وقالت: أنا شفت ماما كانت لابسة فستان أبيض، وقالت لي ما تخافيش، لسه دورك مجاش، وحضنتني وقالت لي ارجعي لبابا، هو محتاجك. البنت فاقت بعدها وكانت بتوصف أوضة أمها اللي ماتت فيها بدقة، رغم إنها ما دخلتهاش قبل كده. راجل قلبه وقف 10 دقايق في الطوارئ، ولما رجع قال: كنت في غرفة سودة ما فيهاش أي حاجة، بس كنت سامع أصوات بتقولي ذنوبي، كل حاجة وحشة عملتها كانت بتتقال كأن في حد بيفتح دفاتر، وكنت متأكد إن دي بداية الحساب مش نهايته. من وقتها ما بقاش بيتخانق مع حد، بقى بيقول: أنا دخلت أول باب من اللي بعد الموت وخرجت تاني علشان ألحق أصلح. كل اللي حكيت لك عليه ناس رجعوا من مكان مفيش رجوع منه، في منهم اللي اتبدل 180 درجة، وفي اللي لحد النهاردة بيحاول ينسى. بس السؤال الحقيقي هنا: انت مستعد تشوف ايه لما اللحظة دي تيجي؟ لو الحلقة دي خلتك تسأل سؤال جديد، يبقى مهمتك تبدأ رحلة جديدة قبل ما الباب يتقفل والشباك يتقفل للأبد. لو عاوز يوصلك فيديوهات جديدة أول بأول، اشترك في قناتنا ودعمنا بلايك.